السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صار برات البلد 13 سنة، وفرحنا على أساس تحررنا من الظلم وتحررنا من الطغاة. والله طلع عندنا طغاة أكثر من الطغاة اللي قبل. رحت على دارية تشتري بيت، وأخذت معي صيغة وأخذت معي مصاري 8500 دولار، يعني بقيمة 14500 دولار. وأساس أنا أشتري البيت، ورحت على الفرن وصفيت على الفرن بقصة حرامية يجون يعملون على الفرن دوكة، وعملهم علينا الدوكة وسرقوا لي قيمة 14500 دولار حق البيت. كنت أريد آخذ أولادي من هنا من لبنان. بعد طبعا اللي أشتغل بلبنان يعرف لبنان شنو وضعه، شنو الإهانات الواحد يشتغلها تاي يجمع الليرة فوق الليرة. فجانا المخفر أخذونا نحن، مسكونا نحن، انسرقنا وقتلونا وسجنونا مخفر دارية. والحرامية تركوهم، تركينهم على كيفهم، وانا مسؤول عن كلامي. تبع المخفر شو قلنا يا سيادة الرئيس احمد الشرع؟ شو قلنا تبع المخفر؟ يقولنا انتم من الرقة روح محرر من الرقة، روح محرر من الرقة. مخفر دارية جاي يحكينا الحكيات. جينا قلنا لهم بدنا نشتكي يا عمي، سرقنا نخرب بيتنا احنا مشان الله. تبع مخفر دارية ابو زاهر يقول لي شو شربان انت؟ طلع لبرا. شو شربان؟ روح. الحرامي طبعا بيصوات وبيصور وبفيديوهات. شو قلنا المخفر؟ قلنا روحهم هات لي، جاي تشتكي الصبح الساعة 7 الصبح بكير، روح تعال الساعة 10 و11، وانا مسؤول عن كلامي. وتقعد اجيب له العنصر نفسه اللي كان على الباب، يقول لي تعال جاي تشتكي العار روح. جيناهم الساعة 10، رد شو يقول لي جاي الساعة 10 على تشتكي وروح هات لنا معروض وتعال. جبنا المعروض، قال بعد 2 بدك تراجعني. والله جبنا معروض وجينا قدمنا له، ونقول له روح بعد 3 تعال جينا. رجعت له ثاني نهاراني يقول لي شو جاي لك؟ يلا روح. من بعد 3 يقول لي انتهى المعروض، روح جيب لنا معروض غيره. وصارت السرقة 27/9/2025. يقول لي روح بعدين تعال. المهم سألنا على شلون بدنا نسوي، قدمنا على محامي ورقم، فقال لي روح. كاتبين بالاضباره تحت انه طالبين الشهود وطالبين الفيديوهات، وانا ماني مقدمه. طلعنا على الوزاره نشتكي، لقينا واحد بالوزاره قال شنو قصتكم؟ قلت له يا شيخ مشان الله اسمعني يا شيخ، حب ايدك اسمعني. قال عمي ماني فاضي اسمعك، يلا طلع لبرا طلع. طلعني لبرا تبع الوزاره. قال شنو قصتك؟ قلت له قصتنا ايش صار معنا انه سرقنا بداريه وهيك عم يحكي لنا المخفر. قال بدك تخرب عناصر المخفر؟ اطلع لبرا روح. فدق على المخفر قال له يا ابو محمد تبع المخفر بداريه روح حل لنا الشباب مشكلتهم، لانه اذا وصلت لفوق القصه تخرب بيت العناصر. رحنا على المخفر قلنا له يا سيدي حلوا لنا مشكلتنا. قال بدك تروح تراقب الزلمه انت وتمسكه وتجيب لنا اياه. انا والله ما بعرف، ظليت شهرين مراقب المخفر، اروح وارجع من بيت الزلمه للمخفر. مرت الحرامي قالت اعطوني مهله نهار. قلنا لها نهار باش تجيب لنا مصاري؟ قالت لا 3 ايام ما بيفيدونا الحكي. قلنا له يا سيدي عم تعطينا مهله 3 ايام، اكيد بدها تضرب المرة. قال يلا روح بعدين، يلا روح. قلنا له يا سيدي شركات الحرامي موجودين، يا سيدي مشان الله. قال روح. حول المراقعة على المحكمة، احنا نرجع على المحكمة. قالت حقيقي طلبنا شهود. قالوا يا سيدي هذا ما كان عنده ولا ليرة الزلمة هذا، وفعلا شحات. طلع على اخذ مصاري وصار يصرف. قال له هاي مش هذه، يلا اطلع لبرا. شفتوا لما صار؟ قلنا له لا. قلنا لما مرت خيي كانت تعرف انه المرأة اعطتها مهلة مشان 3 ايام. قالت له المرأة بدي 3 ايام مهلة لارد لكم المصريات. قالت له والله، قال هاي مش هذا كمان روح. اجى زلمه ليشهد معنا انه على اساس رجعوا لنا الذهبات بعدين رجعوا لنا المصاري. هذا واحد اسمه احمد بلدي الداريه من المعظميه هو. قال له لا هلا ما تفينا الشهاده. بعد رحنا نهار الثلاثاء قالوا تجيني بعدين نهار الاحد تجيني. قام يتهرب الزلمه، ما اعرف حدا بيقتلني حدا يضربني، ما رضي يروح يشهد معه. والشهاده ذلك ما يطيع يقبلهن غاض التحقيق، لأن الزلمه ذاك هو ناس بالوزاره عم تدعمه، ونحن ما حدا عم يدعمنا نحن. طيب اذا تحررنا من بشار الاسد، من ظلم بشار الاسد ومن الطغاة اللي كانوا موجودين، طيب يا رئيس يا احمد الشرع، يا على اساس نحن فرحنا لما تحررنا
اولادي تعب سنين كله هذا يروح بغمضة عين لك برمشة عين يضيع. قال مو فاضيين لقصتنا هلا، مو فاضيين هلا. شو يعني شنا؟ طيب شنا العلوية شو عطنا بدالها الإدلبية يعني؟ يعني رئيس المخبر هذا الإدلبي يعني هذا صار يتحكم بينا نحن كبشر يعني. يعني معليش اليوم وين نلتجي يعني؟ وين نروح؟